السلام عليكم. عمركم كلتوا قطايف بالكاكاو؟ في الفيديو ده هنعمل قطايف في البيت سادة وبالكاكاو، طعمها بجد خطير. طبعا المكونات كلها هكتبها لكم في الديسكريبشن بوكس، ويلا بينا نبتدي. هحط كل المكونات بتاعتي في الخلاط: الدقيق والسيمولينا والبيكنج باودر والسكر والفانيلا والميه، وهبدأ ان انا اخلطهم كويس قوي كده لغاية ما يوصل عندي الخليط يبقى خفيف قوي، خفيف لدرجة يعني مش شبه حتى البانكيك، هو خفيف قوي. يعني لو مثلا استخدمنا كوبايتين من الدقيق فهنستخدم كوبايتين من المية، وممكن كوبايتين وربع كمان، لان كل ما المية هتبقى قليلة كل ما القطايف هتبقى ناشفة ومفيهاش البورز بتاعتها، الحفر اللي بتطلع بتكون شكل القطايف دي. فلازم قوي الخليط بتاعي يبقى خفيف جدا ومش تقيل خالص. هنسيبها تريح حوالي نص ساعة، لان انا هنا ما استخدمتش خميرة، انا استخدمت بيكنج باودر بس. هنسيبها بقى تريح ربع ساعة. انا نقصت الخليط وسبت حوالي نصه، وضفت عليه معلقة ونص من الكاكاو، وضفت بقى كملت برضو مية عشان الكاكاو بيتقل شوية الخليط. هسيبهم بقى يريحوا نص ساعة عقبال ما اعمل الشربات بتاع القطايف. استخدمت هنا كوباية من السكر على كوباية من المية، وما قلبتش خالص لغاية ما ابتدى ان هو يغلي. ابتديت ان انا اقلب وضفت نص ليمونة، وسبت على نار متوسطة الهادية حوالي 10 ل 12 دقيقة، وبعد كده ضفت عليه الفانيلا وقفلت وسبته على جنب يبرد. وبعد كده بدأت ان انا اجهز الكريمة اللي انا هحشي بيها القطايف. هنعمل القطايف بحشوة الكريمة وقطايف عادية بالمكسرات وجوز الهند والزبيب. هنعمل واحدة مقلية وواحدة مش مقلية. طبعا الكريمة استخدمت هنا كريمة سايلة عليه شوية من الكراميل، وضربتهم كويس لغاية ما اتكونت عندي. وبقى هنا الخليط بتاع القطايف ريح. شايفين انا حبيت اوريكم الخليط لما كانت المية قليلة وكان الخليط تقيل، القطايف كانت عاملة ازاي، مفيش بورز اصلا وناشفة قوي ومفيش شكل قطايف اساسا، كانت يعني اكنها بسكوت او بانكيك. فلما بنزود المية على طول البورز دي بتظهر على طول. بدأت ان انا اسوي القطايف بتاعتي. هنسويها على نار متوسطة بس بنهدي لغاية ما نحط الخليط، وبعد كده نعلي النار تبقى متوسطة، وبعد كده نستنى بقى عليها لغاية لما تعمل من تحت اللون الجميل ده وتنشف من فوق كده. يعني هيبان عليها ان هي مش عجين سايل، هي خلاص هينشف ويظهر البورز دي وتبقى بالشكل ده. هنبدأ ان احنا نشيلها من على الطاسة بتاعتي. ودي الشوكولاتة شايفين برضو عاملة ازاي. وحاجة مهمة قوي ان احنا اول ما بنشيل القطايف من على الطاسة بنحطها في فوطة كده ونغطيها عشان القطايف تفضل طرية. شايفين بعد ما خلصت الكمية كلها، شايفين القعر بتاعها كمان شكله عامل ازاي. شايفين بعد ما خلصت الكمية كلها عندي بقى شكلها عامل ازاي، طرية وعاملة زي الاستك كده في ايدي. هنبدأ بقى ان احنا نحشيها. انا قفلت شوية كتير من القطايف اللي بالكاكاو عشان دي اللي هحشيها كريمة، وشوية بقى هحشيهم بالمكسرات عشان اقليهم. لما بنحشي القطايف واللون الذهبي بتاعها يبقى بره بتبقى طرية، اما لو انا حشيتها وخليت البورز دي هي اللي بره واللون الذهبي ده هو اللي جوه فبتبقى مقرمشة وتفضل على طول مقرمشة. بس هتتعبكوا قوي في ان انتوا تقفلوها لان هي بتتقفل بصعوبة. يعني لو احنا شقلبناها وخلينا البورز هي اللي بره واللون الذهبي ده هو اللي جوه وحشيناها على كده هتقفل، بس بتقفل بصعوبة بقى، هتغلبكوا قبل ما تقفل، بس بتفضل مقرمشة لغاية ما تخلص. هخلص بقى الحشو بتاع الكمية كلها بتاعتي وهقليها، واول ما تطلع من الزيت هنزلها في العسل اللي انا كنت عاملاه وسايباه يبرد. شايفين دي القطايف عندي بعد ما استوت.
ودي القطايف اللي بالكريمة بجد طعمها خطير. انا حشيت شوية بالكريمة وشوية بالنوتيلا ومن غير قلي، هي لوحدها كده فظيعة، طعمها جميل. جربوها وقولولي رأيكم، واشوفكم على خير الفيديو الجاي، ورمضان كريم.